كان نعملوا تله على الارقام. العالم قاعد يتغير، سوق الشغل ومتطلباته تتغير من يوم الى اخر، وفي علاقه بهذا حتى اختيارات التلامذه في العالم وفي تونس قاعده تتغير. هذا اكدته الارقام. بكالوريا اليوم مش ارقام بكالوريا 15 و20 سنه التالي. هو راهو بيناتنا معناها فما برشا ناس حايره يقول لك انا تو باش نعدي الباك وبعديش قاعد العالم يتغير. فما خاصه الذكاء الاصطناعي اللي قاعد يغزو في سوق الشغل، خاطر برشا عباد ماشي في بالها اللي الذكاء باش يعوض المهن، او كونتخيغ هو مش باش يعوض المهن، اما باش يخلق مهن جديده. قبل كنا نعرفوا لانفورماتيسيان يعرف يبرمج، يعرف يصلح اورديناتور اكسيتيرا اكسيتيرا. تو دخلنا لمرحله اخرى، صحيح باش يقعدوا هذوكم اللي يصلحوا سكون ابيل لي انجينيور ماشين، لكن فما اعمال جديده مرتبطه بكل ما هو برمجيات، خاطر زاد الذكاء الاصطناعي مش باش نجيبوا حاجه مش موجوده، حاجه باش يبدعها الانسان. ديجا نحن وقت قبل ما تعدي الباك تتبوز لا كيستيون انا باش نعمل من بعد. عندي ارقام باش توري برشا عباد ما تعرفش باش تعمل بعد. نسبه الناس اللي تكمل الجامعه كما نقولوا بلغتنا بين 42 و 45%، ومعناها فما اكثر من نص نتاع الناس اللي تاخذ باك تبندل، مكثرهم اللي ما خذاش الحاجه اللي يحب عليها. وهون علاش نرجع لك على الانتليجنس ارتيفيسيال، خاطر سي فري ما بين ما تحب كي تبدا انت ما عندكش النيفو تحب تطلع طبيب ما تنجمش، لازمك تكون عقلاني، اما تنجم تخدم خدمه بعلاقه بالطب في ميدان الطب مثلا، في ميدان الطب كمان اطار شبه طبي مثلا حب الطب اختار الشبه طبي يخدم كرونيكور نفس العائله معناها ان طبيب تسمى اطار شبه صحفي، شبه صحفي افكتيفمون. اي هذا ياكد حتى بالامبورتونس نتاع الشوا بور دير الباك راهي مهمه، ولكن زاد اللي باش تختاروا من بعد مهم ومهم جدا. ان شاء الله كي ننجحوا الناس الكل ما ندخلوش في اللوفوري نتاع الفرحه ونضيعوا الشوا نتاع الفاك اللي عليها من بعد يتبنى المستقبل، وهذا تاكدوا الارقام اللي قلتها. هو كما القفز بالزانه، لازمك تاخذ ليلون. الباك هو اللي باش يعطيك لابوي الاول، وانت من بعد كيفاش باش تعمل التكنيك نتاعك باش ترقى روحك. دونك الناس يلزم ما بين اللي تختار وما بين اللي تحب لازمك ترقى معناها ان كومبرومي. مفتاح مهم وليس المفتاح الوحيد لابواب النجاح في الحياه. الباك هذا ناكدوه كل عام باش الناس ما تعيشش ضغط اكبر مما تستحق البكالوريا على اهميتها. صحيح، هي محطه هامه، هي باسبور باش تدخل به للمعترك. ولكن انا نقول لك بالتجربه يا راف انه البكالوريا وقتها تبدا القرايه، راهو وقتها تبدا القرايه الحقيقيه. إذا كان عندك باسبور وانت بإمكانياتك بأعدادك تنجم تختار البلاد اللي باش تمشي لها، الشعبة اللي باش تمشي لها، وربما وقتها تتألق وتنجح. ولكن فما اللي عنده الباسبور وهما يبعثوه ما عندوش الامكانيات باش يمشي، وذاك علاش حتى وكان ما ينجحش راهو الحياه ما تقفش عند البكالوريا. علاش الضغط الكبير المجتمعي، عندك الباك ولا ما عندكش وكأنها حياه او موت. فتحي الكل نساهموا في عائلاتنا. انت تحكي هكا ما راك عشتوا مع اولاد، كانوا غدوه باش نعيشوا مع بنتي، دخلنا في دوامه ديما الباك حاجه ريفيرونس. ولكن الدوامه اللي دخلنا فيها اقوى من اللي تحكي عليه، دوامه المجتمع الحالي، العالم الحالي اللي الناس معناها اكثر الناس الاغنياء في العالم ولا قراو دي زوتوديداكت، معناها ما قراوش. ولكن اللي نحب نقوله انه من بعد لازمك تمشي في حاجه حبيتها. انا مثلا كاستاذ جامعي اللي ينجحوا في الدروا يا راف هما اللي جاوني من المات وجاو من السيونس، باك مات وباك سيونس. ريت علاش قلت لك الحياه تبدا بعد الباك. خذا الباك مات بعد يلقى روحه مش هذا اللي حاجته به في يعجبوا الدروا، تعجبوا المحاماه، تمشي رغم اللي هو ما عنده حتى علاقه بالتيرير، ولكن هو ينجح لانه عنده الميثودولوجيك المنهجيه تاع السيونتيفيك ويحبها، باسيوني مغروم ويحسر على الباك. انا كنتذكر الباك نتذكر باك البوق فتحي، انا اخر جيل تاع البوق. انت في الجريده عاد لا في الاذاعه كانت في الاذاعه الوطنيه بالاسماء نبداو نسهر ونسمعوا في الاسماء نتاعنا وفي الجريده، ومن بعد جاء البوق، ومن بعد جاء توا اس ام اس ولكن بالنسبه لنا الباك لانه انا عشتها الفرحه نتاع النجاح، ونتمنى النجاح للناس الكل وقت اللي فما الباك. وهذا ماذا بيا العائله الكل يسمعوها هاي الاغنيه نحب نسمعها. اليوم يوم الديديكاس.